حبايب ام محمود، ربنا يديمكم نعمه في حياتي ويبارك لي فيه. كل سنه وانتم طيبين. التوقيت الشتوي نزل، يعني البرد يعني الكحه، ونعمل اكبر حمايه من البرد والكحه لنا ولاطفالنا. وهقول لك ازاي تعملي ايه وايه، بس خليكي معايا بالتكات. قشر الرمان ده طلع كنز يا جماعه، اللي انت ما تعرفوش. ايوه كنز، واي كنز. تمام كده، اوعي ترميه، تغسليه وتنضفيه وفي البرطمان تحطيه، وتحطي معاه ايه. خليكي معايا. وهتعملي ايه لو هتسقيه لبنتك او لابنك الصغيرين، او انت هتشربيه. ايوه، يبقى حطينا قشر البرتقال، ورق قشر الرمان. واخدين بالكم؟ ده ورق جوافه بيتباع عند العطار، تجيبي منه نص كيلو، ربع كيلو، هيجيلك كميه قد كده. مفيش، لو عندك جيرانك شجر الجوافه هاتي منهم شويه واغسلوهم ونضفيهم. كل ده معانا كام وحده مسمار او كام وحده قرنفل؟ 3 4. والبرطمان متعقم ونضيف، ازاز حلو، مش هيفرقع. اوعي تخافي، لا مش هيفرقع. تمام كده. وبقى زنجبيل بودر او زنجبيل فريش. لو زنجبيل فريش زي ام محمود كده هناخد شريحتين، لو زنجبيل بودر هنحط نص معلقه الشاي، ونحط في البرطمان. وميه بتغلي من على البراد، من على البوتاجاز. ايوه من البراد. انا مش هقول لك هنعمل كتل، احنا لسه شغالين بالكارت يا جماعه والله العظيم. تمام كده. واروح جايه حاطه بقى الايه، الميه بتغلي، واروح قافله عليه واسيبه تيجي نص ساعه كده. واخده بالك انت ازاي؟ وبعد النص ساعه هنعمل ايه؟ اوعي ما تحطيش اللايك والشير وسبسكرايب لمطبخ ام محمود. إيه، لاكشها الاكلات المصريه، وتشيري لعيلتك واصحابك، وتفري للقناه، وتروحي في قناتي على اليوتيوب، هتلاقي حاجات هتعجبك. المصداقيه مع قناه ام محمود. ايوه كل سنه وانتم طيبين. ولا هتروحي، بس انت طوعيني واعملي اللي هقول لك عليه. تمام كده. هنجيب الليمونه بعد نص ساعه كده او ربع ساعه، واروح عصرها، واروح قافله عليه تاني كمان 10 دقائق. تمام كده. واروح جايه فاتحه عليه، واروح حاطاه. عايزه تحليه بعسل ماشي، عايزه بعسل نحل ماشي، عايزه تحليه بسكر ماشي. هي لازم تحليه للاطفال، وتخفيه ببق ميه صغير عشان الاطفال تقدر تشربه بالشيلمو زي ام محمود ما عملت كده. والف هنا وشفا، والف صحتين على قلوبكم. مش هتتحوج الطبيب ابدا معانا، مش هتتعبي ابدا. والكبار يشربوه، يفضل يشربوه قبل الاكل على غير الريق. وتعملي كل ما تعمل. يبقى اصبح قشر الرمان نغسله وننضفه ونركنه، ما نرموش، ونجففه. هوريهولكم وانا مجففاه وبستعمله. كل سنه وانتم طيبين، دمتم في حفظ الله وامانه.